السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل وصفة حلوة جميلة كده ومغذية وكلها فيتامين حديد حلو. بصوا، وصفة سهلة جدا. معايا هنا حبايبي فاصوليا خضراء جميلة، ده مقدار كيلو. عايزة تزودي براحتك، مفيش اي مشاكل. انا غسلتها كويس جدا وبعدين قطعتها زي ما انتم شايفين كده، ونضفت الحتة اللي بتبقى موجودة فوق خالص. المهم معايا هنا طماطم برضو، المفروض ايه على الاقل كيلو، نص كيلو طماطم، وانا مزوده واحدتين كده يعني 2 3. ومعايا معلقه ملح على الطماطم هنا علشان بتخلي الطفل يبقى بسرعه كده، ما هو ايه يتشال لما بنيجي نضربه ما يضايقناش في الاكل. ومعايا قرن فلفل هنا الوان، بيدي قيمه غذائيه عاليه قوي. ومعايا كده كام فص توم، لان بيبقى ني في ني كده الفاصوليا بتبقى جميله، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. ومعايا بصلتين اهما. ومعايا كمان السمنه البلدي الجميله، اي نوع سمنه بقى اللي عندك اللي موجود اعمليه. وملح وفلفل، هي متوابلها مفيش اكتر من كده، ملح وفلفل بس. يلا بقى مع بعض كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي معايا هنا معلقه السمنه البلدي حطيتها اهو في الحله، وكمان البصله هي قدامكم. بسم الله. في ناس بتعملها كده 4/4 وتحطها، احنا عشان بيتضايقوا فاعملها كده اهو زي ما انتم شايفين، خرطتها اهو. اهو شايفين يا حبايبي، انا قلت اوريها بس قدامكم اهو. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا عملت البصله اهو، يا دوبك بس تاخد تشويحه كده عشان تبقى ايه طعمها مسكره. ومعايا كام فص ثوم اهو بقطعها قدامكم. وهنزل على الفاصوليا كلها ني في ني، مفيش تسبيك. هتعجبكم او جربوها. متنسوش تحطوا هنا على البصله وانا عاملاها حاجه بسيطه جدا ملح، وحاجه بسيطه جدا فلفل اسود، بتخلي ريحه البصله جميله قوي، بتتشوح وهي طالعه على النار كده، والجيران بقى يشموا الريحه الجميله دي. اهو كام فص ثوم اهو زي ما انتم شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. بايديا كده او بايد الهون اللي يعجبك، انا استسهلت بصراحه على ايديا كده خرطتهم اهو. توم بقى جميل جدا 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 في الفاصوليا. خلاص هنزل بقى كده بالفاصوليا. دلوقتي شايفين بقى اللون الجميل اهو في البصله. هنزل بقى بسم الله الفاصوليا كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنزل برضو بحاجه بسيطه فلفل اسود على الفاصوليا. التشويحه دي جربيها على نار عاليه كده، يدوبك تقلبتين اهو شايفين. دلوقتي فلفل اسود اهو، بيحب بقى تبقى جميله اول ما تشوحيه كده مع الفاصوليا، مكتريش مكعب ماجي، لو حابه مش حابه خلاص. اهو نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فص ثوم سليم هقطعه دلوقتي. يا سلام بقى على الريحه، هي بتتشوح مع البصله كده. للامانه انا حطيت بصله كمان، يعني حطيت 3 بصلات علشان بيبقى احنا بنحب البصل وفيتامين سي ومغذي في نفس الوقت. على نار عاليه تشويحتين بس كده، تطعم الفاصوليا من الملح والفلفل والبصلايه الجميله والثوم. وهنزل بقى بالطماطم. شايفين يا حبايبي بقى الطماطم ولونها الجميل ومتصفيه زي الفل. شايفين معلقه الملح اللي انا حطيتها في الطماطم وهي بتتضرب في الخلاط؟ بصوا بقى التفل عامل ازاي. انا ايديا نظيفه مفيهاش خواتم ولا الكلام ده خالص، عشان ايه نبقى مع بعض كده اهو. شايفين الجمال؟ شايفين اللون الطماطم عامله ازاي؟ ولا بقى صلصه معلبه ولا غيره اهو. نزلت كل التفل. بصوا التفل ده بقى بيبقى وحش وبيتعب المعده جدا، حبيت اوريكم بس الحته دي. دلوقتي يا حبايبي اهو اقلبها بقى معاكم خلاص اهو. شايفين اللون الجميل الاخضر الجميل ده؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك. والبصل المكرمله مع فصين الثوم بقى حاجه كده رهيبه. انا بقى معايا لحمه مسلوقه، تاخد غلوتين كده لازم، وبعدين انزل باللحمه ماشي. وممكن تنزلي بقى عادي، مش لازم يا ستي الغلوتين عشان تسهلي عليكي. ايه رايكم بقى؟ وبعدين شويه انا غليت ميه كمان معايا مغليه اهو، عشان ما هتشرب الشوربه كلها، لا انا هديها شويه ميه مغليه يغلوا مع بعض كده، وبعدين هبتدي اقوم بقى حاطه اللحمه وحاطه الشوربه، وتاخدوا مني احلى طبق فاصوليا باللحمه. ولو ما فيش لحمه مفيش اي مشاكل، مكعب الماجي وشويه ميه